السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض مشروب هيتخن جدا. هو بمكون واحد بس هنعمل مشروب حلو قوي بيتخن جدا وبيخلي ال يعني انت لو رفيعة جدا كده هتتخني بالمداومة عليه يعني. بصوا، اول حاجة هنجيب مية هنحطها في الحاجة اللي هنعمل فيها وهنجيب حلبة. هنغسل الحلبة كويس جدا ونحطها في الحلة مع المية. هنحطها على المية كده وتقعد تغلي بقى، تقعد تغلي 10 دقايق تقريبا يعني. اهو بصوا، هو اصلا كمية الحلبة اللي انا كنت حطاها دي كانت كمية كبيرة جدا على المية، فاضطريت ان انا ازود المية شوية. بصوا ان هي هخليها تغلي شوية كده كتير، بتاع 10 دقايق، مش كتير قوي يعني، هو حبة متوسطين. بصوا يا جماعة، الحلبة ديت انا كنت 51 كيلو، بقيت 65 كيلو بعد شهر بالظبط او شهر ونص. يعني كل يوم المشروب ده كنت بشربه مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، لحد ما تخنت جدا وبقيت الصراحة يعني تخنت لي جسمي وبقيت فرحانة جدا بالنتيجة بتاعتها. فانتي عايزة تتخني اعملي الطريقة ديت، اعملي المشروب مرة الصبح ومرة بالليل لمدة 30 يوم، يعني ما تفوتيش يوم، فانتي ان شاء الله هتتخني وهتجيب معاكي نتيجة. وفي برضو هعمل لكم حاجة تانية للناس اللي مش بتحب المشروب هعمل لكم طريقة كده بالعيش، يعني طريقة الأكل. فهنستنى بس اوريكم الطريقة الأولانية وبعد كده نعمل طريقة تانية. لو انت مش بتحبي الطريقة الأولى دي هديكي طريقة تانية تعمليها وتاكليها ان شاء الله، وهتكون وهتعمل نتيجة حلوة جدا بعد شهر بالظبط. اهم حاجة يا جماعة ما تنسوش بس تعملوا لي لايك وتشتركوا لي في القناة وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجة جديدة انا بنزلها، تكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم، وتتفرجوا على الفيديوهات اللي انا عاملاها التانية، وقولوا لي اللي يجربها يقول لي تجربته معاها ايه. هي الحلبة طبعا اكيد انتوا عارفينها، ومش غالية خالص، ممكن تجيبي ب5 جنيه كمية كبيرة قوي. بس وكده اهيت، بصوا كده تقريبا خلاص، بس هي طلعت تقيلة جدا معايا. بصوا بقى بتغلي ازاي. وعايزة اقول لكم برضو ان انتوا ما تسيبوهاش فترة كبيرة على النار علشان ما تمررش وما تبقاش مرة معاكي وانتي بتشربيها. وكمان الحلبة نفسها، البذر بتاع الحلبة ده حلو قوي تاكليه يعني. بصوا البذر بتاعه ده جميل جدا، بيتاكل برضو مفيد بيتخن قوي كمان. بصوا هي طلعت تقيلة جدا، وطلعت انا حاطه حبة مية صغيرين قوي، فانا هضطر دلوقتي ان انا ازود المية واولع عليها النار تاني تغلي كمان حبة. بصوا انا كده زودت المية، يعني شفت حبة الحلبة اللي كانوا في الاول دول حبة صغيرين مش كتير عملوا كل الحلة دي. هسيبها تغلي بقى شوية كده، بتاع 5 دقايق برضو، وبعد كده هطفي عليها النار. بصوا بقى الحباية بتاعة الحلبة تعرف ان هي خلاص، اما حباية الحلبة تكبر كده معاكي وتبقى طرية كده يبقى كده تمام معايا. لقيتها كبيرة وكويسة، فانا هطفي عليها النار وهنصبها بقى بالشكل ان احنا هنصب اول حاجة هنحط حلبة عادي. على فكرة دي التركية اللي بتعملوها. بصوا بقى، اهو حلبة عادي، وبعد كده هناخد البذر بتاع الحلبة، ده برضو مفيد، محدش يرميه يا جماعة. بصوا بقى البذر لازم يتاكل كده معاها او يتشرب معاها، علشان البذر هو اصلا بيتخن. يعني انت هترميه، هتشربي بس المية وترمي البذر؟ لا طبعا. اهوت انا هنقص الكوباية شوية عشان الكوباية اتملت جدا معايا،
اهوت. وبعد كده هحط عليها، هحليها باي حاجه بقى، عايزين تحلوها بعسل اسود او عايزين تحلوها بعسل ابيض براحتكم جدا. انا حليتها بعسل اسود عشان بحبه جدا طبعا اهوت. ولو عايزه تحطي عليها سمنه فلاحي حطي، مش عايزه تحطي براحتك، دي حاجه ترجعلك طبعا. بس السمنه الفلاحي يعني دي حاجه حسب الرغبه، عايزه حطي مش عايزه براحتك خالص اهو. هنقلبها ويبقى كده خلصنا المشروب بتاعنا. هنقلبه بقى كده وبعد كده نشربه مرتين في اليوم زي ما قلت، مرة الصبح ومرة بالليل، وهتلاقي ان شاء الله نتيجة كويسة جدا بعد اخر الشهر، يعني تستمر على شهر بالظبط، وهتلاقي نفسك زدتي كتير قوي يعني. وقولي برضو في الكومنتات عملتي ايه، وتخنتي وتخنتي كام كيلو في الفترة دي. تاني حاجة هنعمل الطريقة التانية دوت عيش ناشف. هنقطع الرغيف عيش ناشف كده، رغيف او رغيف ونص على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها وانتوا عايزين ايه. وبعد كده هنكسره كده، هنكسره على حسب الحتة اللي احنا عايزينه، عايزين تكسير كبير تكسير صغير، حاجة برضو ترجع لكم. والحلبة نكون احنا حطينا عليها كلها بقى، عملناها كلها بالعسل كده وحطينا عليها دوت. انا عملت الطريقة دي بعدها بشوية يعني، عشان انت مش بتحبي المشروب اعملي الطريقة دي، بتحبي دي براحتك يعني، شوفي انت اللي بتحبيها واعمليها. عايزة تعملي مرة مثلا الصبح المشروب وبالليل الطريقة دي براحتك خالص. بص هو ده كده الحلبة، حطيت عليها العسل وحليتها في مكانها كده. وبعد كده هحط عليها معلقة سمنة. بص انا اصلا حطيت عليها من شوية معلقة سمنة، احط عليها معلقة سمنة هي صغيرة تاني كده، انا هحط عليها بالظبط معلقتين سمنة. وبعد كده هاخد بقى كل الكمية دي بعد ما خليتها تدفى شوية كده على النار، وهقلبها على العيش. عارفين بصوا هو عيش يعني متسقي كده، بدل ما تعملوه فتة، ايوه فتة، بدل ما تعملوها فتة بالرز وكده زي الفتة بالظبط عيش. وهتحطي عليها بقى ايه الحلبة اللي انت عاملاها اهو. وكمان لو عندك بذر بقى، البذر ده هيفيدك اكتر، واللي هو هيتخن يعني هو اصلا البذر اللي فيه المكونات كلها اللي بتتخن، هو اصلا بيتخن، فانتي تستغلي الفرصة دي وتحطي البذر معاكي بقى على الاكل ده او على العيش او تحطيها في المشروب. البذر يا جماعة اهم حاجة، هو هو والعصير، هو المية بتاعته اهم حاجة البذر زي ما قلت لكم. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كده.